ما كيعجبكش تاكل الشباكيه، اكيد كيعجبك انها تكون فوق الطبله ديال الفطور د رمضان. فالشباكيه في رمضان ما كتخطى حتى دار مغربيه. ولكن واش حنا عارفين القصه ديالها ومنين جات؟ فالقصه كتقول ان الشباكيه الاصول ديالها من عند العثمانيين. واول واحد صايب الشباكيه كان راجل ماشي امراه. كان واحد البائع متجول اللي كيدور وكيبيع الحلويات في الدروبه، ومن العادات ديالو هو انه كان كيدور على اللحومه كامله، ومن بعد كيمشي يوقف حتى واحد الدار وكيطلع على واحد الشباك ديال واحد الدار، ومن تما كيبيع الحلويات الناس غير من ديورهم بلا ما يخرجوا. وفي ديك الدار كانت واحد البنت زوينه بزاف فاتنه الجمال كيف ما كنقولوا، ديما كتشري من عنده الحلويات وولف ديما يجي عندها. وواحد النهار جا لديك البلاصه ولقى ان العرس ديال ديك البنت هو اللي كاين لداخل. بقى فيه الحال حيت كانت كتعجبو، كان ناوي انه يتزوج بها. ففاش رجع كان صنع واحد الحلوى على شكل شباك، يعني باش يبقى يفكروا بداك الشباك ديال ديك البنت. ولكن من بعد بقى فيه الحال بزاف وشد داك الشباك وخرقو باش يسد دوك العيون، وهكا صدقات ليه حلوى الشباكيه مخرقه. يعني حاول انه يسد دوك الشباك بدوك التدويرات اللي دور، وصدقات الشباكيه، ومن ثم بدا كيبيعها وتشهرات الشباكيه بداك مول الحلويات اللي كيدور في الدروبه. وبقى الشباكيه لحد الان عندها قيمه كبيره عند المغاربه وخصوصا في رمضان، وما كتخطى حتى دار وحتى مائده افطار في شهر رمضان.